مساء الخير متابعينا ومستمعينا متابعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5. حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. معكم أنا عماد خلف. رح يكون ضيفنا عبر الهاتف اختصاصي بأمراض جهاز الهضم الدكتور أكرم خليل، لنسلط الضوء على موضوع مرضى الهضمية وصيام رمضان. نحن وأنتو رح نرحب بالدكتور أكرم. الدكتور أكرم خليل، يسعد مساك. يا هلا وسهلا، مساء الخير، يا هلا. رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. وعليكم ان شاء الله. تسلموا يا رب دكتور. يا هلا دكتور، وسهلا، تفضلوا. مرضى الهضمية هن بينحطوا ضمن القائمة الرئيسية اللي عم يشكوا من الصوم أو اللي عندهم مشاكل بالصوم. يا ترى مين هن اللي فينا نحددهم أو ينحطوا بين قوسين إنه هدول هن مرضى الجهاز الهضم للي ما فينهم إنه يصوموا؟ تمام. هي معظم الامراض الهضميه بصراحه، يعني معظم الامراض الهضميه الحاده والمزمنه غالبا هدول لازم يتجنبوا صيام شهر رمضان، لانه الصيام يتعلق بالجهاز الهضمي بصراحه. يعني مثلا تمام. المريض عنده قرحه استنعشريه، قرحه استنعشريه مثبته بالتنظير سابقا او حاليا، المفروض ما يصوم. مثلا قرحات المعدة المفروض ما يصوم. معظم آفات المعدة اللي فيها التهاب حاد، التهاب مزمن، مهم. المفروض ما يصوم. نعم. في آفات تانية في الجهاز الهضمي مثل أمراض الأمعاء الدقيقة، اللي عنده سوء امتصاص، اللي عنده مثلا أمراض التهابية بالأمعاء، أمراض مثل داء كرون، التهاب كولون قرحي، مهم. هدول كلهم المفروض ما يصوموا. مهم. الامراض الكولون كمان بشكل عام، اللي بيعانوا من التهاب مثلا مزمن مثل التهاب كولون قرحي مزمن او داء كرون، او ادواء الرتوج، او امساك شديد، المفروض ما مهم. يصوم. مهم. او حتى اللي يعاني من بواسير مثلا ممكن يسوء اعراضه برمضان. مهم. اما بشكل عام المريض اللي ما عنده اي مشكله بالجهاز الهضمي وفوق 18 سنه عمره ممكن يصوم وبدون اي مشاكل تماما. مهم. يا تماما هلا دكتور. وسهلا. دكتور، يا ترى في مشاكل هضمية تأثر على الصيام بشكل سلبي مثلا، من ضمن اللي ذكرتهم هلا الأمراض في مشاكل سلبية يعني بتشكل خطر أو ربما هالة خوف على المرضى؟ تماما مهم. تماما، هاي دائما عم ننصح مرضانينا. دائما اول رمضان كثير مرضانين يحكوا معي: دكتور اصوم ولا ما اصوم؟ مهم. هلا كل مريض له حاله خاصه فيه. بشكل عام راح نحكي انه المريض اللي عنده مثلا قرحه 12 اكيد اذا صام مهم. يعني ممكن يصير معه اختلاطات كثير، اما يزيد اعراضه كثير، واما راح مهم. يتوجع كثير، مهم. وممكن كثير حالات ينسقوا حتى يصير في بده عمليه جراحيه اسعافيه، او مهم. يصير معه حتى نزف هضمي. لذلك هي الامور خطيره كثير، ومفروض ما يصوم، يستشير الطبيب قبل ما يبدا المريض بالصيام. مهم. مثلا عنده قرحه معديه كمان نفس الشيء، عنده قرحه اثناء قلنا نفس الشيء. حتى تماما. آفات الكبد، المريض عنده تشمع كبدي، مهم. مريض عنده التهاب كبد مزمن عم يتعالج، مفروض ما يصوم. مهم. مريض عنده يرقان وعنده التهاب كبد حاد، مهم. او امراض المراره والطرق الصفراويه، اللي عندهم مرارات مثلا ممكن يتعرضوا فحوصات كمان مثلا. للزوجه بالصفراء مهم. ويتشكل حصيات، وحتى يحصل عنده التهاب مراره حاد وراء مهم. رمضان. مهم. فلذلك لازم يستشير المريض قبل ما يبدأ بالصيام بطبيبه انه يقدر يصوم ولا لا. مهم. تماما دكتور. هلا تمام. ذكرتوا ضمن القائمة انه مرضى اليرقان يلي عندهم مثلا عندهم خمائر الكبد او عندهم يعني هن نتيجة الصيام بيصير معهم يرقان دكتور، ولا هن من القبل يعني عندهم يرقان وبيتأزم المرض مثلا؟ تمام. مهم. هلا المريض السليم اللي ما عنده اي مشكله يصوم، الصيام ما راح ياثر عليه، يعني لا يرفع خمائر الكبد ولا شيء. احيانا في بعض المرضانين، مهم. الاشخاص او بالاحرى مو مرضانين هن، بس مهم. يصوموا يصير عنده شويه يرقان بالعين. اشخاص هدول سليمين يخافوا هدول كمان دكتور. يراجعوا الطبيب. مهم. سليمين تماما مهم. على رمضان، على الجوع مثلا، على الجوع المديد وهو الصيام مهم. يصير عندهم شويه يرقان، فيراجعونا نسألون خمائر الكبد تطلع طبيعيه، وظائف الكبد تطلع طبيعيه، كل امورهم طبيعيه، بس عم يرتفع معه رقم البيلوروبين اللي يساوي مهم. هو اليرقان. مهم. هذا شيء سليم، نحن بنسميه مرض، هذا داء جيلبرت، مرض وراثي، جيلبرت. ما يأثر كثير يعني من لا من الناحيه الجماليه. اذا مريض يحب انه مهم. ما يصير عيونه صفر اثناء الصيام ممكن مهم. ما يصوم، بس ما راح يأثر على الصحه. اما المريض اللي عنده ارتفاع بالخمائر الكبد، مهم. مثل ما ذكرت حضرتك، مهم. ارتفاع الخمائر دليل انه في شيء مرض
أصيب الكبد به، إما مهم. حاد أو مزمن. مهم. فمفروض يراجع الطبيب، والطبيب سيجري له الإيكو والتحاليل، وإذا في أي مشكلة بالكبد مفروض المريض ما يصوم، مهم. لأنه الكبد راح يتعب كثير. تماما. دكتور، من شوي أيضا حتى ذكرتوا موضوع المرضى البواسير أو اللي عندهم تشنج كولون. يا ترى شو له أثر سلبي للتهيج أو ازدياد الأزمة على هالجهاز هذا؟ تمام. هلا مرضى الكولون احنا بنسميه بالانجليزي irritable bowel syndrome او متلازمه الامعاء الهيوجه، وهو مرض سليم مهم. ولا يؤثر على الصحه العامه ابدا، حتى رمضان ما ياثر عليه. هدول كثير كثير مرضى يراجعون العياده، ومعظم مرضانا في العياده يعانوا من متلازمه الكولون المتهيج او مهم. الكولون العصبي. مهم. الكولون العصبي بصراحه يقدروا يصوموا تماما وما راح ياثر على صحتهم، مهم. بس ممكن شوي يزيد عليهم الاعراض، ويصير نتيجة ستريس ونتيجة التوتر النفسي يزيدوا عليهم الأعراض شوي. مهم. فإذا زاد الأعراض كتير والمريض اضطر إنه والله كتير اشتد أعراضه وإنه ما بقى يقدر ياكل، وهي المفروض ما يصوم. أما مهم. باقي المرضانين تشنج الكولون ممكن يصوموا تماما. مهم. أما اللي يعاني من إمساك شديد، يعني إمساك مهم. كل يومين ثلاثة أربعة ليطلع مرة براس قاسي، مهم. فرمضان كمان ممكن يأثر عليهم. لأنه عم ننصح مرضانين المصابين بالإمساك الشديد إنه يتناولوا سوائل بكثرة، مهم. يتناول الخضروات ويتناول المواد اللي فيها ألياف، تماما. فلحتى يصير معهم ما يصير معهم الإمساك المزمن. تكون. مهم. البواسير كمان الحادة، خاصة الحادة، مهم. المفروض كمان ما يصوم، لأنه راح يتجفف وراح يصير معه إمساك وراح يتأهب لبواسير، خاصة إذا شغلته يتطلب انه وقوف مديد او جلوس مديد، مثل السائقين، مهم. الحلاقين، مهم. اطباء الاسنان، الجراحين. هدول كمان يتعبوا وممكن ما يعني له حجه انه ما يصوموا. مهم. اما مريض كان عنده بواسير سابقا وهلا طيبان وما في عنده امساك وما في عنده اي مشكله، فممكن يكمل صيامه عادي. لانه المريض اللي مصاب بواسير، حجم بواسير حاده، يصير مهم. في الم شديد، يصير في نزف، فنضطر نعطيه ادويه تحاميل وحتى مهم. حبوب. مهم. هدول اجباري لازم يفطروا. تماما. دكتور، هلا لو طلعنا شوي من اختصاص الهضمية، هلا فقر الدم للي معه عم يعاني من نعم. انه خضابه قليل، ربما اكثرهم النساء، تمام. يعني شو بتنصحون هدول دكتور؟ تماما. مهم. ها. هلا مريض فقر دم، طبعا فقر دم عرض لمرض، عرض لمرض، ما هو مرض بحد ذاته. تماما. فأي شخص يعاني من فقر الدم سواء كان ذكر أم أنثى، مهم. المفروض يتشخص شو سبب فقر الدم. مهم. ففقر الدم اللي عم نشوفه اللي هيك الشائع بين الناس، خاصة النسوان اللي نعم. بفترة الحيض وفترة نعم. الحمل والإرضاع والدورة التنظيفية، هذول مهم. يصير معهم فقر دم بعوز الحديد، مهم. وبينقص خضاب عندهم كثير. بصراحة هدول كمان المفروض ما يصوموا، لأنه راح يتعبوا كثير. يعني لازم يتناولوا أدوية، لازم يتناولوا معيضات فقر دم الحديد، ويتناولوا سوائل، ويتناولوا لحومات. يعني المفروض ما يصوموا إذا المريض عنده فقر دم شديد بهالدرجة. أما فقر الدم يعني عرض لمرض واسع كثير كثير كثير. فكل مهم. الأمراض مثلا الجهاز الهضمي، أمراض الدم تساوي فقر دم. مهم. هدول كمان لازم دراسة، وكل شخص حسب حالته نقدر إذا فيه يصوم ولا لا. بس معظم حالات فقر الدم على الأغلب الطبيب رح ينصحهم إنه ما تصوموا. تماما. رح أذكر المستمعين للي هلا عم يسمعونا، أنتم عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا، وضيفنا عبر الهاتف الدكتور أكرم خليل، أخصائي بأمراض جهاز الهضم. للي حدا عنده سؤال فينه يتصل معنا عبر الرقم الأرضي 429 101، أو عبر كومنت عبر البث المباشر. طبعا بوير عربي بخدمتكم. الدكتور عم يشرح لنا طبعا بداية موضوع صيام رمضان ومرضى جهاز الهضم. دكتور، في ناس منهم هلا بيتجنبوا ياكلوا وجبة السحور بحجة انه عم يصير معهم حموضة او تخمة او بيتضايقوا من الاكل. يا ترى شو بتنصحوا هل اللي بيتبعوا هالحالة؟ م- نعم، كل م- شخص طبعا هو حر، يعني إذا تناول وجبة السحور أم لم يتناول، وحسب وضعه حسب حاجته. م- فإذا ما تناول وما عنده أي مشكلة ما يتناول. بس إذا تناول وصار معه حموضة ممكن نعطيه شوية مضاد حموضة. عادة الحموضة نتيجة قلص معدي مريء يصير، م- والسحور المريض بياكل بعدين بينام، بيصير عنده تخمة، بيصير عنده قلص معدي مريئي ممكن يعني. م- فوجبة السحور المفروض تكون وجبة خفيفة كتير، م- شوية تمر، شوية يعني هيك حواضر، م- جبنة، م- قطع زبدة م- قليلة، يعني كمية قليلة من الأكل، يعني ما يكتر كتير. بس تماما. إذا أكل وصار معه حموضة مفروض يتعالج بأدوية. طبعا قبل السحور ممكن نعطيه دواء
نحن نوصف له دواء هيك معين مثل الأوميبرازولات ومشتقاته أو الرانيتيدين ومشتقاته، تمام. فما راح يصير معه حموضة. أما وجبة مثلا الفطار، يعني مريض سليم وعم يصوم ما في عنده أي مشكلة، خاصة ببدايات رمضان. عم يجونا مرضانين كتير أول كم يوم من شهر رمضان، بيجوا باضطرابات هضمية، آلام معدية، إرجاءات، عسرة هضم. المريض السليم ما تماما. عنده أي أمراض سابقا، والسبب إنه المريض صار له 11 شهر متعود على 3 وجبات، وإجا إجا رمضان وصام 16 ساعة مثلا، 12 ساعة، 18 ساعة حسب طول النهار. فبيجي بخبص فورا، بيجي على كاستين 3 مي وعلى شوية 4 5 حبات تمر وعلى تخبيص وعلى حميص وعلى لحم. إيه بيصير معه اضطراب تربك بالجهاز الهضمي. المعدة لسه ما تعودت على النمط الجديد اللي صار هلا، يعني التغير الفجائي اللي صار بعادات الطعام اليومية. فالمفروض بالبداية يشرب له كاسة مي صغيرة، تمام، يعني مشان يتعوض السوائل شوي، حبتين 3 تمر تعويض السكريات، وبعدين يبلش بأكل خفيف ما يتقل وما يشبع حاله أبدا. يستنى شي ساعة نص ساعة تانية، ممكن يأكل له كمان قطعة حلو، أي شيء، يعني شوي شوي هيك لتتعود المعدة على الشهر هذا، يصير بعدين طبيعي تماما. حقيقة هو كان نعم. سؤالي اللي كان راح أطرحه، وطبعا دكتور ما شاء الله يعني كان أغنى الحلقة بهال صلب لا سهل. الموضوع. هو محور الموضوع صراحة دكتور هو موضوع إنه في ناس عم يشكوا من إنه لما بيصوموا في حرقة بالمعدة أو آلام بالمعدة. يا ترى السبب طبعا ذكرتوا لنا إياه اللي هو نعم. مسألة الحل اللي بتعطوه. مثلا نعم. بتتبعوا دكتور نصائح معينة، ولا بتقولوا للمريض انه نعم. افطر او شو؟ مهم. والله هي شرحنا شوي هلا الموضوع، مهم. بس هلا المريض الطبيعي عم نحكي عنه، الطبيب تمام. مريض اللي يعاني بالاصل من قلص معدي مريء وارتخاء فوهة نعم. الفؤاد، مريض بدين مثلا عنده اعراض، فيصير معه اعراض كثيره، يعني اعراض قلص معدي مريء هو ارتداد الحمض من المعده الى المريء، بيساوي التهاب بالمريء ويساوي حرقه ويساوي حموضه وازعاج شديد، حتى يضطر المريض احيانا يراجع مراكز القسطره القلبيه واطباء القلبيه، بيفكروا انه هي احتشاء عضله قلبيه او جلطه لا سمح الله، تماما. وبالاخير يطلع قلص معدي مريء. مهم. برمضان كمان ممكن الشخص الطبيعي حتى ما عنده اعراض قلص سابقا مهم. يصير معه هالتخمه وهالقلص المعدي المريء نتيجه افراط في تناول الطعام، خاصه مع وجبه الفطور. مهم. بالبدايات، يعني بالبدايه قلنا خل اول كم يوم لحتى تتعود المعده وتتكيف مع الوضع الجديد. بالبدايه من كاسه مي صغيره، شويه اي شيء، يعني مهم. حبتين تمر، 3 حبات تمر، مهم. هيك يتهدى المعده شوي، مهم. وبعدين ممكن يبلش بوجبته، بس ما يكثر بالوجبه. مهم. يعني يخلي قسم للسوائل، قسم بعد ساعة ساعتين مثلا والله ياكل له قطعة معروكة مثلا، مهم. ممكن يعني. مهم. فهيك حالة يريح الجهاز الهضمي لبين ما يتعود مهم. الجهاز الهضمي. أما تمام. المريض اللي عنده بالأصل قلص معدي مريء، هذا بده أدوية، تماما. أدوية شادات نشد فيها المعصرة المعدية المرئية، مثل في دواء تجاري مهم. موتيليوسير، موتالون، مهم. أو أوميبرازولات كذا، بنعطي يرتاح المريض كثير عليه هيك أدوية. تماما. دكتور ذكرت نعم. بعض النصائح ضمن حديثكم، ولكن هلا وصلنا لسؤالنا الأخير اللي هو زبدة اللقاء بشكل عام، يعني من عبر منبر بوير ولكل تفضل. مستمعينا، وضمن خبرتكم وعلمكم هلا حابين شوية نصائح للمستمعين للصائمين، كيف يتبعوا وجبة الفطور على مراحل مثلا، ووجبة السحور. شوية نصائح من عندكم للمستمعين إذا تكرمتوا. نعم، هو الهدف دائما من شهر رمضان أعتقد، خارج الأمور الدينية طبعا مهم. ما لنا علاقة، نحن نحكي بالأمور الطبية، هو الهدف أنه صوموا تصحوا. هو رمضان المفروض الشخص اللي يصوم يستفيد من هذا رمضان، يعني مهم. يصح البدين شوي، ينحف، يقلل من الوجبات تبعه، يقلل من الأكلات المدسمة أو الدهونات، حتى يقلل من الحلويات بأفراط، الحلويات مهم. المصنعة بالسوق يعني. مهم. فهيك حالات والله المريض ممكن ينحف ويرتاح ويصير تمام يعني. تماما. اما اللي ملاحظ هون عندنا مهم. كل منطقة الشرق الأوسط بصراحة بشهر رمضان كله صار يفكروا بالأكل، نعم. ويكتروا من هالوجبات كثيرة، وكثير كثير يستهلك، استهلاك الطعام يصير أكثر. مهم. طيب الهدف من رمضان نصوم وتصحوا، صح تمام. المريض، ما تصير بدين تزود لي هلا كنت مثلا 75 كيلو بعد شهر رمضان بتصير 80 كيلو، إذا ما استفدنا، ما صح. توصلنا للهدف من رمضان وهو الصحة. فالتقليل من الدهون كثير مفيد، مهم. التقليل من الدهون، التقليل من الحلويات بشكل عام كثير مهم. مفيد.
المشي الخفيف ممكن يعني كمان، طبعا مو مجهد مشان ما يصير فقط سوائل وتجفاف. وبشكل عام يتبع المريض نصائح طبيب تبعه اذا كان فيه يصوم ولا لا. يعني في امراض ثانيه غير الجهاز الهضمي يعني صح. كمان ما يقدر يصوم، مثل داء السكري، مثل امراض القلب اللي يصير فيهم فرط الزوجه، ممكن يتعرضوا لاحتشاءات وازمات قلبيه. فهيك مرضانين المفروض يتبعوا نصائح الطبيب. يعني للاسف في بعض المرضانين بيجوا لعندي انا مشخص له مساوي له تنظير معده وفي قرحه اثناعشريه عنده، عم بقول له لا تصوم، بقول بدي صوم. طيب ليش بدك تصوم؟ بدك تاذي حالك يعني، راح ينثقب المعده، يصير نزف، مو مطلوب منك يعني. في حجه دينيه لك يعني. أكيد. اللي كان عندكم اللي المريض المفروض ما يصوم يعني. فبعتقد هيك. ونصائح السحور، اكل السحور خاصه خلي يكون اكل خفيف كتير يعني مشان ثاني يوم ما تشعروا بعطش، ما يكون مالح كتير خاصه صح. وجبه السحور. اكلات تكون خفيفه كتير، ما يكون مدسمه كتير كمان. أو مالحة. وجبات عادية، قطعة زبدة، قطعة جبنة، شوية حبتين تمر، شوية قطعة كاسة لبن خاسر، كاسة حليب، مو مشكلة. في شراب العرقسوس هيك حبيت هيك كمان مر عليه. تفضل عرقسوس هذا دكتور. اللي متداوله كتير بسوريا. نعم. فعرقسوس هذا كمان شراب يعني تقريبا دواء. هو مشابه للالدسترون، يعني الدسترون لايك بنسميه. بيحبس الملح والماء في الجسم، بيخلي المريض ثاني يوم ما يشعر بعطش. نعم. هذا مفيد للاشخاص الطبيعيين اللي ما عندهم ضغط، واللي ما عندهم قصور قلب، واللي ما عنده تشمع كبد وآفات كبد. لانه هلا هي اذا واحد شخص عنده مشكله بالضغط وشرب عرقسوس يصير معه ارتفاع شديد بالتوتر تماما. الشرياني. اذا عنده مشكله في قصور قلبي خفيف يصير عنده ممكن وزمه رئه حتى اذا شرب كثير عرقسوس، يساوي صح. وزمات حبس ملح صح. وماء ضمن الجسم. نعم. الصائم العادي يشرب كاستين ثلاثه، اذا شرب له كاسه عرقسوس على السحور ثاني يوم ما يشعر بعطش ابدا، لانه راح يضل مي جوات جسمه ما راح تماما. ينطرح. فالناس من زمان عرفوا انه عرقسوس مفيد، لذلك عم ينتشر بشهر رمضان. تماما. في بعض المآكل الثانيه مثل المآكل الحاده والحمراء، هيك امور كمان ممكن تساوي تخريش بالمعده ويخلي المريض يشعر بعطش ثاني يوم وبينزعج كثير. فالمفروض يتجنب هالفتره هي كمان هالامور، المآكل الحاده والحاره كثير. بنتشكرك كثير دكتور أكرم خليل، اختصاصي بأمراض جهاز الهضم والطرق الصفراوية، على هالمعلومات القيمة وعلى هالمداخلة، ورمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. يا أهلا وسهلا. شكرا كثير لكم متابعينا، بنتمنى تكونوا استفدتوا من هالمعلومات وهاللقاء هذا، ورمضان كريم مرة تانية علينا وعليكم إن شاء الله. بتشكر زملائي بالكنترول والبث المباشر يلوز علي وريناس محمد. لحتى الحلقة القادمة تضلوا بخير وسلامة. هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان لكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية، أطفال. قامشلو، طريق الحسكة.